نمت مننا ولا ايه؟ لا يا كابتن، انا ما نمتش ولا حاجه، سامعكم طبعا. ازيك يا ابو حميد؟ اي طبعا، تحياتي طبعا للكابتن فاروق. ازيك يا ابو تحياتي حميد؟ للكابتن مجدي، بس لازم اخشه يعني، مكتوبه لك 4 سنين تاني يا كابتن مجدي. حبيبي يا كابتن احمد، حبيبي. مكتوبه لك 4 سنين تاني. وانت مش مكتوبه لك يا كابتن احمد. وانت مكتوبه لك تبقى عميد العالم برضه اهو. على ايه؟ على ضربه الجزاء؟ لا هو يعني مكتوب ان هو الهدف الوحيد لمصر. يا احمد يا حسن، يا احمد يا حسن، كل ما نفتح التلفزيون في اي حاجه ضربه الجزاء ده هو اليومين اللي جايين دول خد بالك يومين كل شويه، ده ما اعرفش ايه الموضوع. بص مصر ما جابتش هدف غير ده. على يمينه. يلا يا ابو حميد، ازيك؟ عامل ايه؟ تمام يا كابتن، الحمد لله تمام. كابتن احمد، يعني اكيد كلنا بنتكلم دلوقتي في الاسباب وعدم الوصول لكاس العالم، فعايزين نعرف رايك. كنت من اهم اللعيبه في مصر طبعا وفي العالم يا كابتن احمد. لا طبعا، هو الاسباب، احنا خلاص احنا خرجنا من غانا، ما خرجناش من مصر. يعني خلينا يمكن زي ما الكابتن فاروق كان بيتكلم دلوقتي، هو في حاجات انت بتحضر ليها للمباراه بشكل كويس. وانا يمكن قلت قبل كده، مش عايز اعيد تاني الكلام يا كريم، ان انا قلت قبل كده ان واضح ان راجل مش ما ذاكرش منتخب غانا كويس، وهو ما ذاكرش منتخبنا كمان كويس في المباراه الاولانيه اللي هي المباراه اللي احنا خسرنا 6. وفي ادله على كده، يعني الادله على كده ان هو راجل مش ممكن مدرب يغير 5 أو 6 تغييرات في منتخب المفروض ان هو عنده ثبات في التشكيل، لان هو يعني اعتقد التغييرات الكتير دي تدل ان هو لا، واضح ان هو راجل مش مذاكر كويس. النهارده منتخب غانا عمل شيء وهو عنده فرق 5 أهداف، احترم المنتخب المصري، واقف هو عارف هو عايز من المباراه، واقف بيدافع كويس عشان ما يجيش في جول. ده اللي كان مطلوب مننا هناك. يمكن الكابتن فاروق كان بيتكلم من شويه، بيقول لك كابتن جوهري كان بيروح يحفظ لعيبه، ناس كتير قوي كانت ممكن تلوم على كابتن جوهري، كان معاك طبعا الكابتن مجدي اشتغل معاك كتير. كان الماتشات اللي بره دي انت لازم تبقى عارف انت عايز منها ايه. ماتش بتاع غانا الاولاني انا شايف ان التعادل او خساره ب 1-0 ده في حد ذاته يعتبر مكسب. انما هو راجل، لا هو راجل رايح هناك واضح ان الجيم كان مفتوح. الناس كلها، يمكن الكابتن فاروق كان قبل الماتش، كنت انا وهو اتقابلنا كنا في الحاجه التحليليه قبل المباراه وكده، اتفقنا ان لازم نلعب بليبرو، وان امكانيات لعيبتنا كده. كمان يمكن مجموعه اللعيبه اللي معاك ما بقتش زي الاول. الحاجه الثانيه ان منتخب غانا لا بقى منتخب افضل، يعني هو كان شباب ولسه في مرحله الشباب، لا بقى مع عناصر خبره، مع عناصر الشباب بقى منتخب قوي. ففي حاجات، في عوامل كتير قوي هي واضح ان هي ما ذاكرتش بشكل كويس بالماتش الاولاني. اما بالنسبه للماتش النهارده، فهو طبعا هو شيء كويس ان احنا نكسب النهارده، وشيء مهم هو يرد الاعتبار. انما برضه منتخب غانا انا شايف النهارده ان هو لو كان في احتياج للماتش كان المباراه هتبقى اصعب. كانت طريقته في الماتش او اداؤه هيختلف عن كده بكتير. تماما كان الاداء هيختلف تماما. انما زي ما بقول لك احنا خسرنا من هناك. لسه برضه يمكن حتى التشكيل هنا برضه زي ما قال الكابتن من شويه، بدايه كهرباء هيبقى لعيب كويس ان شاء الله ومستقبله كويس، بس ما اقدرش انا هاجي في ماتش زي ده وابدا بيه وخسرت تغيير. يعني هو بدا بيه وخسر تغيير بدري، يعني في الدقيقه 35 تقريبا راح متغير، فخلاص انت النهارده بقى عندك تنفيذ تغيير من بدري كنت ممكن تبقى محتاجه بعد كده. يمكن راجل كان عنده ثقه عمياء مثلا في جديد لعبوا الماتش الاولاني، وكان برضه ماتش صعب عليه وماتش تقيل عليه والكلام ده وكده، النهارده ضايع خالص. فدي كلها حاجات يعني شويه واضح ان احنا ما احترمناش المنتخب الغاني كويس هناك. الحاجات الثانيه، انت يعني بيبقى في كوتش بره، بيبقى في كوتش جوه الملعب، يعني في ناس هي شخصيات سمات شخصيات كده جوه الملعب بتعرف تتعامل مع الاجواء اللي زي دي. يعني انت لو بصيت على منتخب غانا مثلا، في ناس تقال في الملعب هي عارفه امتى يعني انت تمسك الكوره، امتى تهدى بالريتم، امتى تخليك انت تلعب يعني انا شايف النهارده يمكن منتخب غانا كان ممكن لو هو بيلعب على كونتر اتاك بشكل كويس قوي، هو كان ممكن النهارده لا قدر الله كان ممكن في فينا جولين او 3 يعني. بس هو واضح الناس احترموك، هو عنده 5 تجوان في جيبه يحافظ عليهم ان ما يجيش في جوان، مش مهم حتى الخساره بالنسبه له ان هو يخسر 1 أو 2، مش مشكله. المهم ان هو عارف هو عايز ايه، هو عايز يتاهل لكاس العالم بغض النظر. فاحنا طبعا خسرنا من الماتش الاولاني، خسرنا من الشوط الاولاني طبعا. شوف احمد على فكره بيتكلم كلام واحد فاهم، مش بيتكلم كلام لعيب كوره، يعني بيتكلم كلام واحد فاهم. وقال نقطتين مهمين جدا، اتكلم على التهيئه واحتياجاتك ايه من المباراه، ومذاكره المنافس وامكانياتك والتشكيله، واتكلم على نقطه مهمه جدا في الاخر،
قال لك ان الفرقه لازم يبقى لها كوتش جوه الملعب، لازم يبقى في رئيس للفرقه. يعني التعليمات اللي بتيجي من بره لواحد اللعيبه بتحترمه وبتقدره وبتعمل له حساب، وهو كمان بيبقى بيبذل جهد كبير جدا في الملعب، وعارفين ان هو قائد وعنده القدره ان هو يقدر يسوق فرقه ويقدر يحقق الهدف اللي عايزه منه الكوتش او طموحات الفرقه. كابتن احمد، يعني شايف الفتره اللي جايه ازاي بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا يعني بدايه تصفيات مصر او اشتراكنا في تصفيات كاس افريقيا هتبقى لسه السنه الجايه في شهر 7؟ ما هو كويس، يعني احنا لو هنقعد نقول ده هنستنى ولسه بدري والكلام ده وكده، لا انت النهارده لو انت بتفكر خلي بالك، انا هقول لك على حاجه، هي جزئين طبعا يا كريم. يعني عدم يعني النشاط ده، توقف النشاط ده في فايده وفي عيب. يعني في عيب انك انت ما بيبقاش عندك المساحه الكبيره انك انت تقدر تجمع لعيبه، انما في فايده انك انت تقدر النهارده انك انت تقدر تاخد مجموعه اللعيبه اللي انت عايزها، سواء 30 او 35 او 40 لعيب تقدر تاخدهم تشتغل معاهم وتلعب ماتشات وديه. بالظبط، وتلعب. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه من ضمن، بس انا عشان طبعا مش عايز اطول معاك في المكالمه. احنا من ضمن الحاجات اللي خلتنا ما نوصلش كاس عالم، وناس كتير مش تاخد بالها من النقطه دي، ان احنا الماتشات الوديه دي اللي احنا خسرنا فيها دي خلتنا بقينا مستوى تاني. لو احنا النهارده كنا مستوى اول، لان التصنيف كنا نبعد عن الفرق القويه. التصنيف ده شيء مهم، كنت هتبعد عن الفرق القويه، على الاقل كنت ممكن تلعب اثيوبيا، ممكن تلعب اتعملت بالقرعه يعني لا ما ملهاش دعوه بالله. لا يا احمد، اتعملت القرعه. احنا خسرناها. لا ملهاش دعوه. القرعه اتعملت مفتوحه. ايوه، ما كناش هيبقى تصنيف تاني. مين يا كابتن اللي قال القرعه اتعملت مفتوحه؟ مين اللي قال يعني انت احنا تصنيف تاني. لا انت بتتكلم في لو احنا التصنيف. كنا محافظين من خلال الماتشات الوديه وبنكسب كنا هنبقى تصنيف اول يا كابتن مجدي، بس مع نيجيريا ومع طب ما هو ممكن غانا تبقى تصنيف تاني وتبقى قويه، ممكن نيجيريا تبقى تصنيف تاني بس ما كناش هنواجه واحده من الكبار زي دلوقتي، زي ما احنا خسرنا ماتشات يعني كتير. انت يبقى انت يعني محتمل انك تقابل اثيوبيا مثلا. هو ما هي دي الوحيده. أو بوركينا انك تقابل السنغال. لا بس يعني بوركينا مش سهله. ما هو بوركينا النهارده بس اقل من غانا، بس شطه ما جه قال دي قرعه. الخريطه الافريقيه اتغيرت. لو احنا فكرنا ان في حاجه سهله، احنا خسرنا من افريقيا الوسطى وهي كانت سهله، وخسرنا من 3 مليون. بس لما تيجي لما تيجي دلوقتي تقول الفرق اللي وصلت كاس عالم، نيجيريا، غانا، ساحل العاج، الكاميرون، كلهم اقوياء، الجزائر، فرق تقيله، فرق تقيله بالظبط. يعني منطقيه. بالظبط. اتفضل يا كابتن احمد. اولا اللي انا اقصده برضه احنا خسرنا المركز الاخضر فعلا وما وصلناش بطوله افريقيا والكلام ده وكده، انما انا بتكلم هنا يا كابتن مجدي، انت عارف دايما الاسماء شويه بتبقى ليها هيبه، وده اللي احنا ما عدناش نستغله هناك. يعني مثلا انت لما بتلاعب مثلا منتخب غانا غير لما بتلاعب السنغال، نفسيا حتى نفسيا ومعنويا بيبقى الموضوع مختلف معاك. ما هو ما فرقش معانا نفسيا اهو. انت الكلام يعني ايه، هتلاقي نفسك بتضرب في الكلام اللي قلته. انت اتكلمت كلام عقلاني جدا يا احمد، بان المفروض انا بلاعب فريق قوي يبقى انا اخرج باقل نتيجه ممكنه مع هذا الفريق وبعدين اجيبه ملعبي. مظبوط. انت واخد بالك؟ ايا كان، اذا كنت عايز اوصل كاس العالم النهارده يا كابتن مجدي لو كنا هناك كنا خسرنا، يعني لو كنا خسرنا 3-1، ما هو 2-0 هنا كانت الدنيا ولعت. 3-1 او 3-1 بالجول اللي احنا جبناه، انت محتاج جولين، واعتقد ان كان سهل انك انت تجيبهم هنا. انما بالظبط هناك كابتن زي ما بقول لك، احنا واضح ان احنا ما احترمناش فرقه غانا قوي وما اديناهاش تقديرها الكبير، وفي نفس الوقت اتخدعنا شويه ممكن ان احنا المباريات اللي احنا لعبناها كلها اللي هي الرسميه، انما المباريات الصعبه كلها، لان لو تفتكر بقى يا كابتن مجدي المباريات الصعبه كلها احنا خسرنا فيها. يعني كوت ديفوار مثلا لما لعبناهم في دبي خسرنا منهم 4، غانا لما لعبناهم في دبي خسرنا منها 3. مظبوط. فواضح ان الماتشات القويه احنا ما لعبناش ماتشات قويه كتير. يعني المنتخب كان بيهرب من الماتشات القويه. لعب حوالي 30 مباراه ما بين وديه وما بين رسميه، ما لعبناش غير يمكن غانا وسهل العاج بس، والبرازيل وشيلي. يعني يعتبر مباراه شيلي برضه المنتخبات اللي تعتبر كويسه. فانما كتجارب قويه عشان توريك حجمك وامكانياتك، اعتقد دي احنا ما خدناش فيها تجارب. كابتن احمد اتفضل. عايز تقول حاجه تاني بخصوص المنتخب؟ لا تمام. انت بتفكر ازاي الفتره الجايه؟ يعني دايما برضو عايزين نعرف انت كاحمد حسن عميد لاعبي العالم. وانا بس ردا على السؤال اللي انت سالته لي، بس عشان يعني سريعا كده، اني انا شايف ان على الناس المسؤولين عن الكوره في مصر او الرياضه
ان هم يبداوا يجهزوا من دلوقتي. عندنا مجموعه لعيبه كويسين، بس الموضوع لازم يمشي بشكل كويس، يعني يبدا يتحط جهاز بشكل كويس يقود الفتره اللي جايه. الفتره حتى اللي جايه البدايات دي ما نستناش لحد 7 وبعد كده نبدا نجمع لعيبه تاني والكلام ده وكده. انا شايف من دلوقتي يبدا يتخذ خطوه ويتحط جهاز يبدا يحضر للفتره اللي جايه بشكل يعني يبقى مسبق. انا بالنسبه لي الفتره اللي جايه يعني قلت ان من الممكن ان ده خلاص يكون الموسم الاخير ليا ويعني محتمل بشكل كبير، لان زي ما انت شايف الدنيا يعني لحد دلوقتي برضه لسه في مش دوري واضح. مفيش دوري، في كوره مفيش كوره، فدي مخليه الواحد برضه خلاص يعني حتى الطموح شويه والكلام ده وكده يعني عايزين يبقى في استقرار، هو ده اللي انا اتمناه الفتره الجايه. لو في استقرار والدنيا عادت والله الواحد ممكن ما كانش يبقى، طبعا زي ما قلت لك انا عندي حاجه ان انا هتجه لمجال التدريب، يعني دي الحاجه الاولانيه بالنسبه لي. ان شاء الله. ربنا بشكرك، يكرمك، ربنا يوفقك يا أبو شكرا حميد، جزيلا ربنا يوفقك، كابتن احمد ربنا حسن يوفقك عميد إن لعيب شاء الله. العالم. عايز اقول لكم بقى مفاجآت كاس العالم عشان نختم مع كابتن مجدي وكابتن فاروق، يلا. واستعرضنا اليوم النهارده والماتش تمام. فنيا وحوالين